فرزاد بازوفت الصحفي البريطاني ذو الأصول الإيرانية كان شخصية محبوبة في العراق في البداية، حيث عرف بمواقفه المعارضة لنظام الخميني في إيران. بسبب هذا الموقف تمت دعوته لزيارة العراق عدة مرات حتى أصبح زائراً مألوفاً. لكن في زيارته السادسة إلى العراق دفع بازوفت حياته ثمناً لشغفه بالصحافة ورغبته في تحقيق الشهرة، حيث أعدم بقرار شخصي من الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. تلك التهمة أثارت موجة من الغضب في الدول الغربية وزادت من عزلة نظام صدام حسين دولياً. ولد بازوفت في إيران وانتقل إلى بريطانيا في منتصف السبعينات من القرن العشرين عندما كان في 16 من عمره. هناك أكمل تعليمه وبدأ مسيرته الصحفية، حيث كتب في الثمانينات عن قضايا الشرق الأوسط وبالأخص الحرب العراقية الإيرانية. في عام 1989 تم تكليفه بالسفر إلى العراق مع مجموعة من الصحفيين الدوليين لتغطية الانتخابات التشريعية في منطقة كردستان. لكن بينما كان يستعد لتغطية هذه الانتخابات وقع انفجار هائل في مجمع التصنيع العسكري العراقي. رغب بازوفت في تحقيق سبق صحفي حول هذا الانفجار، وهو ما لم يسمح به لأي صحفي آخر، إلا أن بازوفت مستغلاً علاقاته الوثيقة مع السلطات العراقية حصل على إذن للوصول إلى موقع الحادثة. ورغم أن صدام حسين قد أصدر أوامر صارمة بعدم التحدث عن تفاصيل الانفجار، نجح بازوفت في التقاط العديد من الصور لأنقاض الموقع. بعدها تواصل مع زملائه الصحفيين في بريطانيا ليخبرهم بما حدث، ونصح بالعودة فوراً إلى بلده. لكن بازوفت لم يكتفي بالصور، بل حاول جمع المزيد من المعلومات من الجنود العراقيين المتواجدين في الموقع، مما لفت انتباه أجهزة الأمن العراقية. أحد رجال الأمن أبلغ عنه، وفي ليلة 15 من سبتمبر وبينما كان يستعد للعودة إلى لندن تم القبض عليه في مطار بغداد. كانت بحوزته 34 صورة لموقع الانفجار، وتم اقتياده إلى سجن أبو غريب، حيث احتجز لمدة 6 أسابيع تعرض خلالها للتعذيب. في الأول من نوفمبر ظهر بازوفت على شاشات التلفاز وهو يعترف بأنه كان جاسوساً لصالح إسرائيل. أثار هذا الاعتراف جدلاً واسعاً، حيث شكك الكثيرون في صحته، مؤكدين أن الاعتراف تم تحت الضغط والتعذيب. صدام حسين المعروف بشدته تجاه من يعتبرهم خونة لم يكن ليتسامح مع هذه التهمة، وقال في تعليقه على القضية: هل يستهين بنا البريطانيون بعد كل التضحيات التي قدمناها خلال السنوات الماضية؟ ربط صدام هذه القضية بضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي، معتبراً أن بازوفت كان جزءاً من مؤامرة أكبر. أرسل صدام خطاباً إلى رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر، أكد فيه أن الجواسيس لن يسامحوا، وأن محاكمة بازوفت ستجري دون أي تدخلات أو وساطات. ورغم المحاولات العديدة من الجانب البريطاني لضمان محاكمة عادلة لبازوفت، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل. رفض حضور المحامي البريطاني للدفاع عنه، وتم تجاهل شهادات زملائه الصحفيين الذين رافقوه في الرحلة. المحاكمة لم تستغرق سوى يوم واحد، وفي نهايتها صدر حكم الإعدام دون أي أدلة قاطعة تدينه. صدام حسين عجل بتنفيذ الحكم بسرعة غير متوقعة. بعد 5 أيام فقط من صدور الحكم، وقبل دخول شهر رمضان الذي يوقف فيه تنفيذ الإعدامات، تم شنق بازوفت. جثته أرسلت إلى عائلته في بريطانيا داخل صندوق، لتصبح نهايته رسالة صارمة لكل من يتهم بالتجسس أو الخيانة. أثار إعدام بازوفت أزمة دبلوماسية بين بغداد ولندن. بريطانيا استدعت سفيرها من العراق وألغت جميع الزيارات الرسمية المخططة، ما ساهم في زيادة عزلة نظام صدام دولياً. ورغم أن بازوفت دخل عالم الشهرة من أوسع أبوابه بعد موته، إلا أن السؤال الذي يبقى عالقاً: هل كان بازوفت سيقبل بمصيره هذا إذا عاد به الزمن؟